معاكم أميرة أبو زيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنعمل النهاردة شوية رز يا جماعة حلوين قوي قوي، عاوزاكم تجربوهم بنفس التركات دي. بجد شوية رز تحفة. هنعمل النهاردة أحلى رز صيادية بطريقة جميلة جدا. معايا حلة على النار فيها شوية من الزيت، سبت الزيت لحد ما سخن كويس جدا. بكون هنا مجهزة بصلاية كبيرة وضربها في الكبة وعايزاها تكون ناعمة، وبحط عليها معلقة صغيرة من السكر، وهحط الملح بتاعي حسب كمية الرز بتاعنا، وهقلب كل الكلام ده مع بعضه. السكر علشان يخلي البصل بتاعي يكرمل بسرعة كده، والملح برضو عشان يساعد برضو ان هو يدبل معايا. هفضل اقلب في البصل باستمرار لحد ما ياخد اللون البني الحلو اللي انا محتاجاه علشان يديني نتيجة حلوة وجميلة. زي ما انتم شايفين كده البصل بتاعي خلاص احمر معايا. بجيب هنا معلقة كبيرة من الفلفل الاحمر. التركية دي بتخلي الفلفل طعمه حلو وكمان بيديله لون حلو جدا. بحط هنا معلقتين كبار من الصلصة اللي هي العلب بتاع الشركات، وبقلب كل الكلام ده مع بعضه. زي ما انتم شايفين بكون غالية مية معايا، وهنزل هنا بالمية، وهسيب البصل مع الفلفل مع الصلصة يغلوا شوية علشان اللون بتاعهم ينزل في المية. بكون غسلة رز مصري ومصفياه، بغسله وانقعه، وبعدين هصفيه وانا بحطه على الصلصة. تمام، يعني الرز معايا مغسول ومنقوع وبعدين صفيته وحطيته كده على الخليط بتاع الصيادية، وحطيت هنا شوية من البهارات. البهارات بتاعتي عبارة عن كمون وكزبرة، وبحط شوية من فلفل اسود، وكمان بحط شوية من زر الورد المطحون. زر الورد ده للي ما يعرفوش بنجيبه من عند العطار وبطحنه، بيبقى ريحته وطعمه جميل جدا مع الحاجات دي، سواء محشي بقى او رز بالخلطة او مشويات، بيبقى جميل جدا. حطيت كمان هنا شوية من الكزبرة الناشفة عشان برضو بتدي نكهة حلوة جدا للرز بتاعنا. خلاص الرز بتاعي ظبطت المية بتاعه، ما بيحتاجش مية كتير زي الرز الابيض علشان هو كمان منقوع، وفي نفس الوقت ده بيحتاج بس ان احنا نهدي النار عليه وهو البخار بيسويه. زي ما انتم شايفين كده اللون تحفة والرز مفلفل. وزي ما انا بحاول ان انا اقرب لكم الكاميرا اهي، الفلفل الاحمر برضو مدي شكل حلو جدا للرز، وكمان بيدي نكهة حلوة جدا جدا. عاوزاكم تجربوا الوصفة بتاعة الرز الصيادية ده، بجد حلو قوي واحلى من المطاعم. انا هنا قدمته مع اي سمك مقلي، تقدري تضيفي او تقدمي مع اي سمك انت حباه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا. جربوها وقولوا رايكم. كانت معكم اميرة ابو زيد، اشوفكم في وصفة جديدة وفكرة جديدة، وباي باي.